أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 25 سنة سافر إلى بصرى في تجارة لخديجة الفتية ومع غلامها ميسرة يخدم عليه الصلاة والسلام ويقوم بما عناه. فنزل تحت شجرة لدى صومعة أصدقها راهب النصرانية فعرفه الراهب إذ مال إليه ظلها الوارث وأواه وقال ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا النبي ذو صفات نقية ورسول قصه الله تعالى بالفضائل وحباه. ثم قال لميسرة في عينيه حمرة استثارا للعلامة الخفية فأجابه بالنعم فحق لديه ما ظنه فيه وتوخاه. وقال لميسرة لا تفارق وكنا بصدق عزم وحسن ضوية فإنه ممن أكرمه الله تعالى بالنبوة واجتباه. ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة فرأت خديجة مقبلة وهي بين نسوة في علية وملكان على رأس شريف من وجه الشمس قد أضلاه. وأخبرها ميسرة بأنه رأى ذلك في السفر كل يوم بما قال له الرأي ودعا لديه من الوصية وضاعفه الله تعالى في تلك التجارة ربحها ونماه. فكان لخديجة بما رأت ما سمعت أنه رسول الله تعالى إلى البرية الذي غسه الله تعالى بغربه واصطفاه فخطبته لنفسها الذكية لتشم من الإيمان به ضغاريا. فأخبر صلى الله عليه وسلم أمامه بما دعت لهذه البرة التقية فرغبوا فيها لفضل والدين والجمال ومال وحسب والنسب كل من القوم يهواه. وخطب أبو طالب وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله بمحامد سنية وقال والله له نبأ عظيم يحمد في مصراه. فزوج منه صلى الله عليه وسلم أبوها وقيل عمها وقيل أخوها لسابق سعادتها الأسرية وأولدها كل أولاده صلى الله عليه وسلم إلا الذي باسم الخليل سماه. أقدر الله.